السلام عليكم شباب ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله كله بخير. نسوي رياكشن فيديو اليوم انا وإحسان الدميطي بس هو من العراق. لا اسمه حسون البردة. حسون البردة بس من العراق هو. راح نسوي اليوم رياكشن فيديوهات تيك توكس وان شاء الله تعجبكم. ولايك سبسكرايب الشانل. نبدي قناة جديدة تقريبا كل يوم راح يصير فيديو جديد. كل يوم فيديو جديد، فيديو رياكشن، فيديو نشوف فيديوهات، اغاني، فلوجات سيارات، كل شيء ان شاء الله. المهم المحتوى اي شيء راح اصوره اسويه 100%. بس تنسون لايك سبسكرايب وراح نبدي هذا الفيديو مال تيك توك. نقلوني. ما تعديش بالشارع ده تاني يا حبيبي. ليه كده بس حضرتك؟ عافيه. انتوا ليه ما خلفتنيش اخ كبير متسول يجي ياخد لي حقي من العيال بتثبتني دي كل يوم؟ يلا يا ابو شخه من هنا. بقول لكم ايه، في ناس مضايقين على اول الشارع، ينفع تيجي تضربوهم وخدوا فلوس اهي؟ هو انتوا مش جايين معايا ولا ايه؟ عمو والنبي تجيب جنيه والنبي جنيه. بص يا حبيبي، خد 5 جنيه وهات الباقي. بس يا ابو شخه من هنا. انا ما افتهم من شيء بالفيديو والله. اركان الله يخليك الله يخليك الله يخليك. ريحتها جميله. بكام دي؟ دي 200 جنيه. ايوه بس انا مش معايا غير 150 جنيه. لا والله معلش مش هينفع. يا عم مشيها واكسب زبون. خلاص حضرتك مش هتفرق. حبيبي ايه ده؟ دي 200 جنيه. ايوه بس احنا اتفقنا على 150. ايوه يا فندم عشان حضرتك قلت مش معايا غير 150. ماليش دعوه حضرتك، بس احنا اتفقنا وخلاص. حضرتك انا مش معايا فك. يعني ايه يعني مفيش فك؟ على فكره انا هكلم حمايه المستهلك. انت عيل كذاب. خد يا عم. يعني طلع في فكه وبتقول عليا كذاب؟ طب ما انت كمان كذاب. ايوه ما انا كذبت عشان انت كذبت عليا. لا بصراحه انتوا الاثنين كذابين. بكام البرفان ده؟ ب 200 جنيه حضرتك. ب 200 جنيه؟ يعني انت هتحسبه له ب 150 وانا 200 جنيه؟ يا عم خلاص ب 150. وعلى فكره برضه 150 كتير، المحل اللي جنبك ارخص بكتير. يا كذاب مفيش محلات جنبنا يا كذاب. يعني انت بتقول علينا كذابين وانت كمان كذاب يا كذاب. ايه ده واحنا كلنا كذابين ولا ايه؟ لو سمحت هو البرفان ده ب بكام؟ 200 جنيه حضرتك. ما تظبطني يا عم، ده انا زبونك. يا عم خلاص زبوني ايه؟ ده الافتتاح النهارده. انتوا شويه كدابين بصراحه. انت كداب اكتر على فكره. لا انت انت دي اربطس ايه اربطس ايه اربطس ايه اربطس ايه اربطس ايه اربطس ايه اربطس ايه. ظريف والله صديق ظريف. لو حمات مراتك شتمتك ايه هيكون رد فعلك؟ هشتمها. ايه ده؟ متأكد؟ فكر تاني. بس ممكن افكر ان هي برضه هتبقى زي مامتي. طب فكر تاني، لو حمات مراتك شتمتك. لما اتجوز الاول، عشان افرض ما اتجوزتش وعنست، فانا ممكن اقابل حماتي ولو شتمتني. لو حمات مراتك شتمتك. حمات مراتي. حمات مراتي. بالمصري مو نفس مالتنا اللغه. لا اوكي. حماد ما اعرف. جماعتنا المصريين يعطيك تعليقات والله ما اعرف. حمات مرتك. لا احنا بالعراقي حماد. لا حمات مرتك. اوكي مرتك حماته هو اهلك. يعني تغلط على امك. بس فكر تاني. بس ممكن افكر ان هي برضه هتبقى زي مامتي. طب فكر تاني، لو حمات مراتك شتمتك. لما اتجوز الاول، عشان افرض ما اتجوزتش وعنست، فانا ممكن اقابل حماتي ولو شتمتني. لو حمات مراتك شتمتك. حمات مراتي. حمات مراتي. ازاي طيب؟ حمات مراتي. حمات مراتي. حمات مراتي شتمت امي. انا اشتمها. انت اللي قلت.
والله ضربة صدر فيديو. شو يطلع العموس؟ بكره وعزماك عزماك عشان تيجي تشوف الرجاله اللي بجد. الرجاله اللي بجد ليه هتروح الفرح من غير ميك اب ولا ايه؟ انا مش بتكسف يا قبلتي. عزماك عشان تيجي تشوف الرجاله اللي بجد. الرجاله اللي بجد ليه هتروح الفرح من غير ميك اب ولا ايه؟ انا مش بتكسف يا قبلتي، انا عارفك نفسك تقعدي. لا دمرها والله دمرها. لا دمرها. الكمباك غير ماكو قعدت. هذا انه بدي شاله ما اعرف. مو هذا شاله. كسف يا قبلتي. شغله قويه شاله. هذا الحتور ما زين ذاك قاعد على اليسار شباب، هذا ايش بيه هذا؟ بس شوفوا على اليسار ايش بيه؟ عزماك عشان تيجي تشوف الرجاله اللي بجد. هذا اسوي رياكشن. الرجاله اللي بجد ليه هتروح الفرح من غير ميك اب ولا ايه؟ انا مش بتكسف يا قبلتي، انا عارفك نفسك تقعدي. وحش. مين لما بياكل ستيك ايس كريم ويخلص ما بيرميهوش، لا بيعضعض الخشبه زي الكلب البلدي. طب مين لما يكون بياكل حاجه حلوه ويلاقي صاحبه داخل عليه بيظبطها بسرعه؟ طب مين لما بيجيب لبان ماربيلا ما بياكلش كل واحده لوحدها، لا بيظبط الاربعه مع بعض؟ زين وذا مو 4. تعرف كل شيء اي هذا مو 4. هذا 5 بيهم شلون؟ الكرنج كله هذا. جيت على وبعدين نحكي عليه بعدين. كمل خلص الفيديو. شوف لا بيظبط الاربعه مع بعض. ده غير اللي بياخد الطعم من كل البانه وياخد منها اللي هو عايزه وبعدين يرميها. ايه ما عندكش اخوات لبن؟ طب مين لما بيجيب اندومي ويلاقي في كيس الزيت دوت بيروح راميه على اساس انه بيجيب امراض، في الاخر الامراض طلعت في الشطه. طب مين لما بيجيب اندومي ممكن يرمي الكيس اصلا ويفضل ياكل في الدقه بس؟ مين المتخلف اللي كان بيجيب العنكبوت يقرصه عشان يبقى سبايدر مان وكده؟ دقيقة. لا تروح. دقيقة باع كل شيء مشينا الحكي، مشينا لك اياها كل شيء ماشي، مشينا لك اياها مال اندومي، مشينا اسمع مشينا مال اندومي، مشينا مال علب تاكله زين، مشينا كل شيء مشينا قد عادي مو مشكلة. بس تجي الدرجة يقول لك عنكبوت يقرصك وتصير سبايدر، هاي شلون؟ اسمع طب مين لما امه بتعمل فته بيفضل ينقي منها العيش ويرميه؟ طب مين المتخلف اللي كان بيجيب العنكبوت يقرصه عشان يبقى سبايدر مان وكده؟ يعني هذا شنو؟ هذا سوى. هاي شنو ذولا معودين؟ يا بحياتي هاي تيك توك شنو؟ لا ده غير المسطول اللي كان بيحلم ان ايده بتطلع شبك وبينقذ الناس من الاشرار. طب هسه الفيديو ديسلايك من ورا هذا الفيديو. لا زين الفيديو هو جدي. تعبنا وهذا شوفوا لنا بقى مين كبير ما دي عشان نخرج. خير يا ابني. ومين اللي بيزعق ده؟ دول جايين يسرقونا يا ريس. يسرقونا؟ ومين هتقف على رجليك؟ مين العبيط ده اللي جاي يسرق الريبي؟ انتوا بس. نخرج. خير يا ابني. ومين اللي بيزعق ده؟ دول جايين يسرقونا يا ريس. يسرقونا؟ ومين هتقف على رجليك؟ مين العبيط ده اللي جاي يسرق الريبي؟ انتوا بس. وسلاح. مين ده العبيط اللي يسرق الريبي؟ طلقات ودوشه وجايين تزعجوا الناس وتاخدوا الفلوس وتمشوا. ار يو كريزي؟ مش ناقصه جنان، انا هخرج من هنا من غير ما اموت لك حد. طيب افرض انك موتت حد 2 3 9 هتعمل ايه في الباقي يا بابا؟ اثبت، مش هكرر كلامي هفجر دماغك. موته يا رضا. طلقات الرجلين دي بتاعت الناس الطيبين، وانت شكلك ابن ناس، والواد اللي معاك ده ابن حلال، والفلوس دي حرام. موته يا رضا. هفجر دماغك. موته يا رضا. ارجوك فجر يا حبيبي فجر. هيدي
حمود شو يا انا بقى سكيبي دورز هذا بطنك صراحه لا يسوي شو اسمه. هذا نهايه الفيديو شباب. اعذروني على الكاميرا بالبدايه، خلال الفيديو كله الكاميرا شويه تعبانه بس تتحسن، ويا الوقت تتحسن، ويا الفيديو كفيديو تتحسن. وشكرا على المشاهده،